هذا هو المقهى الذي يثير حنق المسلمين. قبل أيام افتتح على أرض مقبرة مأمن الله الواقعة على خط التماس بين شطري القدس، وبدأ يستقبل الرواد. ليس فقدان المقبرة وحده هو ما يغضب الفلسطينيين، بل بيع الخمور على أرض المقبرة المصادرة منذ عشرات السنين وانتهاك حرمتها. هو انتهاك صارخ للإنسان بشكل عام، ولهذه المقبرة الإسلامية العريقة، ولكل قيم الإنسان. هذا هو تدنيس صارخ. رفض مدير المقهى الحديث معنا، وزعم أنه لا يعرف أن المقهى مقام أصلا على مقبرة إسلامية. العنوان هو البلدية، لا نعرف إن كان هنا مقبرة. البلدية طرحت عطاء، لا أريد التحدث معكم. من أصل 200 دنم لم يتبقى من المقبرة التاريخية سوى 22 دنما، فقد حول الاحتلال معظمها إلى حدائق عامة، وأقام عليها الفنادق ومواقف السيارات بعد نبش قبورها. وفي إحدى جهاتها يقام اليوم ما يعرف بمتحف التسامح، وصودق عليه بعد معركة قضائية استمرت لسنوات. وقد طرحت بلدية الاحتلال أخيرا مسابقة لوضع مخططات لإعادة ترميم البركة الواقعة في أطراف المقبرة وجعلها قبلة للسياح. كل هذه المشاريع تقام على أرض هذه المقبرة وعلى جماجم المسلمين المدفونين في هذه المقبرة. الهدف منها هو واضح، وهو تهويد كل ما هو إسلامي وعربي، حتى على حساب المقابر التي تحفظ في الشرائع السماوية وفي المواثيق الدولية. تكتسب المقبرة أهمية تاريخية لاحتضانها رفات عدد من صحابة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب قضاة وعلماء وأمراء حكموا القدس في العصور الإسلامية، وشهداء ممن شاركوا في فتح بيت المقدس. وقد تكررت الاعتداءات عليها مرات عديدة. لا يكترث الاحتلال لحرمة مقبرة أو قدسية جامع أو كنيسة، بل يسعى لطمس أي معلم عربي في القدس يخلد تاريخا عريقا لأهل الأرض الأصليين، أملا في أن يكتمل تهويد المدينة. ياسر رام، الجزيرة، القدس المحتلة.